السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرة مع الصحة؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحول الله. كما لاحظتوا معايا في الصور ان شاء الله غادي نصايب واحد العصير ديال البربه بالياغورت والحليب اللي كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى لكم تتبعوا معايا عفوا لا فيديو وتطبقوا هذه الوصفه هذه، راه كيجي لذيذ بزاف. لهذا الغرض كنحتاج نصف كيلو ديال البربه. كنغسلها مزيان وكنسلقها. من بعد ما كتسلق كنخليها تبرد مزيان في الماء ديالها، يعني ديك الماء اللي تسلقات فيه كنخليها تبرد فيه. هذا علاش؟ باش كتحافظ لينا على اللون ديالها من الداخل، يعني ما كتبهاتش، كيبقى في هذاك اللون يعني مزيان ديال البربه. كنحتاج ايضا واحد الياغورت بنكهه ديال الفاني، نصف لتر ديال الحليب، وربعة الكيسان ديال عفوا 4 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. صافي بعد ما كتبرد ديال البربه كنقشرها ونقطعها لطريفات صغار. كنقطع طريفات صغار على هذا الشكل هذا. ومهم غير باش كنعاود الخلاط الكهربائي، راه هي طايبه يعني رطبه بزاف، يعني ممكن توضعي غير هكاك، غير هي باش كنساعدوا الخلاط الكهربائي يعني الموس ديالو. كنقطعوها هكا طريفات صغار. من بعد غادي نوضعها في الخلاط ونوضع جميع المكونات اللي ذكرت معكم قبل، واللي هما واحد الياغورت ديال بنكهه الفانيلا، ونصف لتر ديال الحليب، وربعة المعالق ديال سكر حبيبات. غادي نوضع كلشي في الخلاط الكهربائي وغادي نطحنو مزيان واحد المده ديال من 2 حتى ل 3 دقائق. المهم يتطحن مزيان، لان هذا العصير ما كنصفيوهش، يعني يحتاج انه يتطحن دغيا مزيان زعما. وراه البربه يعني مادام انها طايبه ورطبه راه كتطحن، ما كيبقاش فيها داك لي ريزيديو ولا داك البقايا، ما كيبقاوش فيها، يعني ما كتبقاش يعني ملي كتطحن كلشي كيتجانس لينا، الخليط كله كيكون متجانس. صافي غادي نطحنها ونخلطها ونتلاقى معكم ونخليكم مع هاد الصور هذه. بالنسبه للسكر حبيبات انا درت هنا 4 المعالق، ممكن ديروا حتى الاكثر، كيبقى المهم على حسب الذوق. 4 المعالق كيجيو هما هادوك، يعني كتجي المذاق يعني معتدل. بغيتو تضيفوا اكثر راه ممكن. كما قلنا غادي نخليوه 2 حتى 3 دقائق هو كيتطحن. كيجي عصير خاتر زوين. بغيتو تخفوه ممكن تضيفوا واحد كأس ديال الحليب، يعني بقياس كأس العنبه، اولا ممكن بغيتو تزيدوا تغنيو يعني المذاق ديال الفانيليا، ممكن تضيفوا 2 ديال الياغورت بنكهه الفاني. المهم هاد المكونات اللي عطيتكم انا راه كيجي عصير معتدل وكيجي زوين بزاف. كيجي يعني هو هذاك معتدل من اي ناحيه، يعني من ناحيه النكهه ديال الفاني ولا من ناحيه السكر، كيجي هو هذاك. هذا هو العصير ديالنا، كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. كيجي ثقيل خاتر، كيجي لذيذ بزاف. كنقدموه يكون بارد بطبيعه الحال. نتمنى هاد الوصفات يعني تنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم راه عصير كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ. صافي هذا هو العصير ديالنا، كنقدموه بارد بصحه وراحه.
نتمنى نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بطبيعه الحال ما تنساونيش البارطاج ديال لا فيديو مع لي زامي ديالكم والعائله. واللي اول مره كيشوف لاشين نتمنى انه يشترك معنا في لاشين ويفعل الجرس. ما تنساوش الاشتراك بطبيعه الحال، وكنقول لكم شكرا بزاف. ما تنساوش اللايكات، عفوا اللايكات، ما تنساونيش اللايكات من هذا الفيديو. كنقول لكم شكرا بزاف للمشاهده ديال الفيديو. الى فيديو اخر بحول الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.